عشان المطبخ هو أهم مكان بالنسبة لكل ست بيت، أنا بدأت الفيديو ده من أول المطبخ. خلونا كمان نتفرج على الماستر بيدروم دي عشان هي بصراحة عجباني قوي. ده طبعا الدريسنج والحمام اللي فيه جاكوزي، وده طبعا التويليت اللي بيسيرف على باقي الأوض. وادي باقي الأوض، ادي أوضة التانية، وادي الأوضة التالتة. خلونا كمان نتفرج على الليفينج مع المطبخ الصغير اللي موجود في الدور اللي فوق. انا نسيت اقول لكم ان احنا في دوبلكس ارضي بجاردن، هسلمهولك متشطب بالتكييف المركزي، بس كمل الفيديو عشان نشوف الدور اللي تحت. خليكم معايا بقى علشان احنا هننزل ناخد الدور اللي تحت. تعالوا بقى ناخد الدوبلكس من اول مدخل الباب. طيب احنا كده بنتفرج على الريسبشن او الدور الارضي. خليكم معايا. طبعا انتوا شايفين هو مكون من اكتر من قطعة. هنا طبعا منطقة الدايننج، يعني هنا ركنة كده لذيذة على الجنب، هنا واحد بيصور ملناش دعوة بيه، هنا ليفينج، هنا كمان ليفينج. الدوبلكس ده انا ممكن اسلمهولك زي ما انت شفتوا معايا في الفيديو، يعني بالفرش والاجهزه والتكييفات وكل حاجه، وممكن اسلمهولك متشطب بالتكييف المركزي بس. فوق كل عماره في الكلاب هاوس اللي فيه حمام السباحه كمان. أنظمة السداد كتيرة جدا. يمكن أكتر نظام ماشي معانا الفترة دي في المشروع ده إن أنت لو دفعت 15% من قيمة اليونت بتاعتك هخليك تدفع أول قسط وقت الاستلام اللي هو بعد سنة، وهكمل لك اقساطك على 6 سنين. في بيمنت بلان تانية إن حضرتك تقدر تقسط معايا على 8 سنين وعلى 9 سنين. مش بس كده، انا عندي مساحات مختلفه، يعني مثلا الدوبلكس اللي احنا فيه ده 396 متر، فهو كبير. عندي حاجات غرفتين، عندي حاجات 3 غرف، وكلها نفس النظام. اقدر اسلمها لك متشطبه بالتكييف المركزي بس، هي كده كده كله متشطب.